مدرب الزمالك السابق وإشادة قوية بلاعب الزمالك وانتقاد قوي لأوسوريو. مدرب حراس مرمى الزمالك السابق الكابتن عماد المندوه تحدث خلال تصريحاته الأخيرة وأوضح أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق ينفذ طريقة لعب ليست مناسبة للاعبي الزمالك الحاليين. وتابع المندوب في تصريحاته أنه لابد من إيجاد حلول حتى تتناسب الطريقة مع لاعبي الزمالك خلال الفترة القادمة من أجل المنافسة على كافة البطولات. المندوب عبر تصريحاته أيضا تحدث عن اللاعب محمد عواد حارس مرمى الزمالك، مؤكدا أنه حارس مميز ولديه خبرات كبيرة وأنه لا يتحمل هدف سولار الجيبوتي الأول في مباراة العودة. وأشار أيضا إلى أن محمد عواد خضع للتدريبات تحت قيادته في الإسماعيلي، مؤكدا أن اللاعب لديه قدرات عالية وعندما عاد لحراسة مرمى الزمالك أثبت كفاءته وتألق، مشددا على أنه يفضل استمرار عواد في حراسة مرمى الزمالك في الفترة القادمة وجلوس محمد صبحي احتياطيا لعواد من أجل عودته لمستواه المعتاد.